علاقة بغوفرين، الصحفية والمسؤولة الاتصال سابقا بمكتب الاتصال الإسرائيلي بمدينة الرباط قالت في تصريح خطير وخطر جدا بأن إسرائيل لها أجندة لإسقاط الملكية بثلاث دول، وذكرت الأردن وذكرت السعودية وذكرت المغرب. علاش؟ لأن هذه الدول هذه الملكية مرتبطة بالدين. الأردن تسيرها المسجد الأقصى، والحرمين بالمملكة العربية السعودية، والمغرب إمارات المؤمنين. وهذا تصريح حقيقة خطير جدا. هذه أجندة ربما كنت درت معك واحد الحوار واحد الوقت وتكلمتي لي على مشروع التقسيم الكبير من برنارد لويس لكوندوليزا رايس الآن، وكيفاش بغى المشروع الصهيوني بتقسيم دويلات صغيرة في حجم إسرائيل بحيث تكون هي الدولة القوية في المنطقة اللي عندها السلاح النووي. نعم، ما قالته شاما درشول، وهي اللي صنعت غوفرين ولعبت أدوارا قذرة في الاختراق الصهيوني سنوات قبل الإعلان عن تطبيع المشؤوم. شاما درشول هي المستشارة الخاصة لغوفرين، وتقول كلاما خطيرا للغاية الآن، ومن موقعها كعالمة بالأشياء وشافتها وعينتها من البيت الداخلي. نعم، وهي ماشي سهلة، كاتبة صحفية واعرة واسلوب ديالها واعر، وهي متخصصة في القوى الناعمة. ولما تجي تقول بأن غوفرين، هي تقول احنا قلنا سنوات قبلها اللي جاي، الان احنا وصلنا لهذا الشيء اللي قلنا، غادي ياخذوا الدوله ويبداو يديروا التطبيع والاختراق الصهيوني بوسائل الدوله وبالمال العام. ومنذ اصبحت حكومه اخنوش بمهزله 8 سبتمبر اصبحنا لما يخصص رئيس الحكومه بصفته عمده لمدينه اكادير مئات الملايين لتتويج ملك الشذوذ الجنسي. واش عرفتوها ولا ما عرفتوش؟ الشيخ احمد كاين في المغرب. انا نعطيه لك دابا، دوزو مع هذا الحوار، نعطيك ادله قاطعه. احنا ان شاء الله ماشي من باب التكذيب، باب غير الراي العام، يعني هذه حقائق. عزيز اخنوش ايها المغاربه، وحنا قلناه رسميا وبلغناه، تحملنا مسؤوليتنا. عزيز اخنوش بصفته عمده لمدينه اكادير، وما ادراك ما اكادير وما ادراك ما سوس. سوس العالمة، سوس العالمة، سوس عمر العلامة المختار السوسي، سوس يقول إبراهيم شيخ العرب سيدي أحمد إبراهيم قليز، شيخ محمد بن سعيد الدر، شيخ عبد السلام ياسين، شيخ يعني بلاد شيخ الشيوخ والمقاومة والمقاومين. سوس العالمة، سوس يجي واحد من تارودانت يقول لك ما عندنا لين على الشذوذ الجنسي اللي هو وزير العدل، قال لك ما عندنا لاين على الشذوذ الجنسي. هذا وهبي. نعطيك دابا الفيديو ديالو ودوزناه وناقشناه في حوارات، تيقول لك بانه علينا الضغوط واللوبي ديال الشواذ جنسيا، ما عندنا كذا والضغوط، ما يعني احنا عاجزين هكذا. يقول وزير العدل، ماشي وزير الطاقه والمعادن ولا وزير هذا وزير العدل. تعرف معنى العدل في بلادنا وفي البلدان الاسلاميه. يعني كانت سابقا وزاره السياده. ثم يجي رئيس الحكومه يخصص مئات الملايين، قيل لنا 800 مليون او يزيد، لتتويج ملك الشذوذ الجنسي، ملك اللواط، تتويجه فيما يسمى بمهرجان بالمون، ويربسوه التاج ويركبوه على العود، ويجيبوا المخازنيه اللي لابسين الشاشيات الحمراء بحال الملك، وتيجروا العود والناس على الجنبات وهو كيشير بيديه كما الملك. ما معنى هذا الشيء؟ شنو بغى يوصل اخنوش للمغاربه؟ هذا قلت لك استهداف. وصلنا دابا جو المال، الاعمال، الاقتصاد، الثقافه، التهويد الذاكره مع جمع بيضاء والارشيف المغرب، الثقافه، الاوقاف والشؤون الاسلاميه اللي كيدبر نظاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه للرباط. وصل يهودي صهيوني من عائله لم يكن شقيق وزير الداخليه. بلاتي السي احمد سمعني. نعم، اللي كيدبر الاوقاف، نظاره الاوقاف، لو جيرون ديال ممتلكات نظاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه في الرباط. وصل العاصمه الرباط. انا ماشي كنهضر راك، لا يهودي صهيوني من عائله ان لم يكن شقيق وزير الداخليه في حكومه نتنياهو، اري ادرعي. هذا سميتو كي ادرعي، يمكن خوه او لا ولد عمه، وهما اصلهم من مدينه مكناس. وباش ما يمشي شي واحد بعيد، نحن لنا مؤسسه محمد عبد الجبري في عماره السعاده، وهي تابعه للاوقاف والشؤون الاسلاميه. فوجئت انه غادي نبدا نخلص الكرا لهذا اليهودي الصهيوني اللي مكلف بالممتلكات الاوقاف والشؤون الاسلاميه، هو الذي يدبرها.
فرفضت بطبيعه الحال وقلت لهم غادي نبدا نادي الكره ديال مؤسسه عبد الجبري للفكر والثقافه لاي واحد اخر الا هاد اليهودي الصهيوني ما عمري نخلصوا نمشيو للمحاكم ولا فين ما بغيتوا. ما اعترفتيش به طبعا. طيب في هذا الاطار اعترف من ضمن الاعترافات اللي كشفتها شماد رشول من داخل البيت المكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط ان اسرائيل لا ولن تعترف بمغربيه الصحراء. اكثر من هذا، شماد رشول قالت وكتبت بأن حوارها مع ممثل الإرهاب الصهيوني في المغرب المجرم غوفرين لما نبهته كمستشارة له قالت له راه هادشي اللي كتقول في إهانة للملك. ماشي قال لها أنا أهين الملك، قال لها أنا أتعمد إهانة الملك. وإذن الكيان الصهيوني من خلال ممثله يتعمد إهانة الملك، وهذا الشيء داخل في الأجندة ديال تعمد إهانة الملك وتعمد إهانة الإسلام. وشنو بغاو يوصلوا في الأخير؟ باغيين يوصلوا المغرب من خلال تحكمهم الآن في الدولة بأخنوش وبغير أخنوش وهذا أمثال أخنوش فيما يفعلون ويصرون على أن يفعلوا إلى بداية الدولة الفاشلة. وها نحن الآن المغرب في بداية الدولة الفاشلة وسينتقلون إلى المرحلة الأخرى لتقسيم المغرب إلى الكيانات التي سبق وتحدثناها. جمهورية الريف، احنا الآن كنشوفوا المسيرة في بروكسل قبل أيام تنادي بجمهورية الريف. والآن أدعو، اسمح لي نقولها بالعرض البطيء، أدعو مشاهديكم الكرام أن يذهبوا إلى الأكشاك ويبحثوا عن جريدة اسمها حقائق مغربية، والتي يرأس تحريرها المدعو عبد الله الفرياضي، الذي تلقى تداريب ونشرنا صورا لتداريبه في مكتب بمقر رئاسة الوزراء الصهيونية، بمقر مكتب نتنياهو شخصيا، وتحت إشراف مستشار الخاص لنتنياهو اسمه عفير جندلمان المكلف بتجنيد العملاء. هذا عبد الله الفرياضي هذا وله قصة طويلة ما عندناش الوقت فيها، نشر وسبق ونشر عددا خاصا غلافه أسرار القصور الملكية، الغلاف ديال الجريدة ديالو، والتي تطبع بورق ثقيل بتمويل المال العام، ومنه العمران اللي مول هذا العدد دابا. العمران، شركة العمران كيمول عدد كيخرب الدولة وكيضرب الدولة ورئاسة الدولة، كيضرب الملك إذن بالمال العام. هذا المسخ اللي وصلنا له، اللي خص المغاربه كلهم يعرفوه. هذا كاتب ملف كامل، هو عباره عن برنامج. لان ملي كنتحدثوا على احمد الشرعي او عبد الله الفرياضي او امثالهم ما كنتحدث على اشخاص، نتحدث عن مشروع يعبر عن نفسه من خلال هذه الادوات. ولما تجي شماد رشول، ماشي ويحمان، ماشي هناوي، ماشي سفياني، ماشي العالمي، ماشي مضماط، كتجي هذه اللي صنعات غوفرين تقول لك بأن غوفرين تقول نتعمد إهانة الملك. أما الصحراء ففي نفس الأسبوع اللي وقعنا معهم التطبيع، اللي وقعوا معهم المطبعين التطبيع، خرج نتنياهو درس خريطة المغرب مبتورة من صحرائه في لقاء صحفي بالعاني، و23 شهر وما كيقول لك نتدارس أن نعترف بمغربية الصحراء. وهذا أكبر ضربة قاسية يتحمل مسؤوليتها مسؤول عن التطبيع، أكبر ضربة، أكبر إهانة لأرواح الشهداء اللي حرروا الصحراء، وأكبر ضربة لملف الصحراء وعدالة قضية وحدتنا الترابية. أكبر ضربة هي التطبيع والعلاقة مع الكيان الصهيوني الذي يتآمر لإسقاط الدولة المغربية. وصل دابا لإسقاط